لا بقى للحفلة يا باشا، حفلة بالزاف، مزيان بالزاف. كان نفسي والله احط لهم اغاني مغربي واعمل لهم كل حاجة جميلة. اخواتنا الاعزاء في المغرب، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، ايه الروح دي، ايه الاصرار ده. صدق او لا تصدق، مجموعة فيها المغرب. ليلة للتاريخ إلى كل المغاربة، إلى المنتخب المغربي. الله يعزكم زي ما أفرحتم قلوب أنهكها الألم. الله يعزكم ويسعدكم كما أسعدتم أمة منهكة ورسمتم على شفاهها فرحة نسيتها كثيرا. لأول مرة بتابع الدقائق الأخيرة من مباراة منذ انقلاب 2013. ينقص في الوطنية تاع الأشخاص، لكن هذه حقيقة ثابتة. نعم، ماهيش نفس المعاملة، لذلك أعتقد بأنه يا إما في متاهات سياسية أمين أكساس. رضوان الله، انت من قبل تقصيت سامر ولا ما باش تقصيت علي، قلت له حاجه مدبره. بيان سور سقسيت عليه أنا مدبره باسكو كي تشوف انت صفه. قلناها امبارح، قلتها في حلقة امبارح ولسه هكمل وهقولها مرة تانية النهاردة. المجد لكل من حلموا، سواء قدروا يحققوا أحلامهم بالفعل أو حتى توقفت خطواتهم نحو تحقيق أحلامهم عند المشهد الأخير. لو من 3 أسابيع بس جيت لأي حد وقلت له بقول لك إيه، في منتخب عربي الله يعزكم، المغرب على موعد مع التاريخ. من المحيط إلى الخليج لا تستطيع هذه الليلة أن تفرق بين صرخوا الله أكبر مع هذا الانتصار. ألف مبروك للمغرب هذه الليلة التاريخية. الله يعزكم ويفرحكم كما فرحتم هذه الأمة ورسمتم تلك الفرحة. والله ما شفت دقائق من مباراة بقول لك من سنة 2013 إلا اليوم. شوف لما يكون النجاح والإصرار والرجولة تجبرك انك تقف احتراما، هكذا كان المنتخب المغربي اليوم. تهنئة خالصة من القلب، تهنئة خالصة من القلب لأشقائنا المغاربة ولكل الأمة من المحيط إلى الخليج. والفوز على مين؟ 4 سنين وانايا نيغوسي، 4 سنين تنوض بولي من قبره، بولي من قبره. انا تعطيني 6 ملاير في الشهر، كل يوم نروح نوض 6 7 موتى، نوضهم عند الباب نوضهم. شاك طبطب قال لك مسيره مثيره للاهتمام انتهت في المغرب. واه مغاربه جابوها، انعام. وين تواجدت أنيسة الحمري لاعبة غانغو الفرنسي في قائمة الأولية، مستدعى لخوض نهائيات كأس العالم للسيدات المقامة في استراليا. واستدعى رينارد مدير الفني للسيدات الأطلس 28 لاعبة لمعسكر مقامة في في النمسا قبل تحديد القائمة النهائية لخوض غمار المنافسة المنطلقة في جويليا المقبل. يا ولد شو كيفاش نتايا كي تشوف نتايا هكا راهم على بالك باللي كانوا رب العالي. حنا مزيه، قول مزيه واحد كيما بن ناصر كان غادي ما يلعبش، ويلي كيما ناصر مزيه جبناه 2017 يعني خطفناه. واحد كيما بن ناصر، واحد كيما ادم الناس، والله ما كانوا غادي يجيبوهم هادو، ما كانوش غادي يجيبوهم، ما كانوش. بطاقش 2020 مي كانت النتائج الديكتاتوريه. سير كوموني انا نحكم، شكون يقول لكم شكون؟ انا ونحكم. ومن بعد يقول لهم لا ماشي انا، ماشي نتايا نطيق تقول تمشيو في المشروع تاع صاحبك يخدم وانت تمشي في المشروع تاعك وصايك. اليوم شوف هاراي لعابه ما تبغوا تجيبوها، هارا مغاربه كي راهم يبغوا يدوا لعاب يدوه نورمال بكل سهوله، واللي ما يحتاجوش يطلقوه يروح. شو كيفاش. وجاءت المفاجأة بظهور اسم آنسة التي قد استدعيت يعني في فبراير الماضي من جانب المنتخب الجزائري لتمثيل الفريق الأول بعد مسيرة دولية مع فرنسا في مختلف الفترات العمرية الصغرى. آنسة بالغة من العمر 26 عام تحمل 3 جنسيات، حيث ولدت في مدينة سان كلود يعني في فرنسا من أم مغربية وأب جزائري. ومثلت لاعبة باريس سان جيرمان سابقا المنتخب الفرنسي تحت 16 و17 و19 عام
بالإضافة إلى المنتخب الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضا عبد العال يخرج عن صمته وعن شعوره، وطبعا زعلان جدا جدا ان النادي الاهلي فاز امام الترجي. رضا عبد العال يا جماعه معروف بكرهه الشديد للنادي الاهلي. طب ليه يا كابتن رضا النادي الاهلي اذاك في ايه ولا عمل لك ايه؟ النادي الاهلي يا جماعه معروف ان هو نادي محترم وتملي، يعني لما بيحط هدف في دماغه بينفذه. طبعا يعني ليه رضا عبد العال يا جماعه متضايق وزعلان وتملي بيطلع اشاعات ان النادي الاهلي بينجح بالتحكيم؟ طب فين يا كابتن رضا؟ فين اللي بينجح بالتحكيم؟ اظن حضرتك فاكر المباراه بتاعت النادي الاهلي والزمالك اللي الزمالك فيها فاز على الاهلي، ماشي؟ لما الحكم تمام انحاز لنادي الزمالك وما حسبش ضربه الجزاء للنادي الاهلي، كنا ساعتها نجحنا، كنا كسبنا امام نادي الزمالك. ما احنا بتقول بقى ان احنا بننجح بالتحكيم، احنا ما بننجحش بالتحكيم يا جماعه. النادي الاهلي بينجح بمجهوده الشخصي واجتهادات شخصيه من اللعيبه، وطبعا كفايه ان هم التدريبات بتاعتهم بتبقى قاسيه جدا جدا وحاطين هدف في دماغهم وبيبقوا عارفين هم بيعملوا ايه وبيركزوا ازاي يعني يخلوا جمهورهم سعيد، ازاي يعني يفوزوا ويفرحوا ملايين من الجماهير بتاعتهم. ده النادي الاهلي. طبعا انا بوجه كلمه لكل حقود بيحقد على النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نادي عارف هو بيعمل ايه، بلاش تحطوه في دماغكم، عشان النادي الاهلي نادي محترم جدا جدا، وطبعا كلنا بنتمنى من كل قلوبنا الفوز للنادي الاهلي. ورساله موجهه لكابتن رضا، بلاش تحط النادي الاهلي في دماغك، عشان النادي الاهلي نادي محترم وعمره ما جاب في حقك بالوحش زي ما انت ما بتعمل وبتحقد وعاوز تملي النادي الاهلي في النادي. طبعا الفيديو اللي عشان نعرف بقيه التفاصيل ونشوف رد فعل رضا عبد العال ايه. اتمنى الاشتراك في زر الجرس بالله عليكم، ما تنسوش تحطوا اللايك وصلوا على النبي.